برفع كده من عند بجة. برضه بجة. هو ايه موضوع بجة ده يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه بدء الصوم الكبير. فبما اننا موجودين في الدير قلنا نسال بعض الناس اللي موجوده هنا في الرحله عن استعداداتهم للصوم الكبير. يلا بينا. يلا. كل سنه وانت طيبه. انت طيبة. كل سنه وانت طيب يا مايكل. انت طيبة. كل سنه وانت طيبه يا نوره. انت طيبة. كل سنه وانت طيبه يا ميس ماجده. عامله انت ايه؟ طيبة يا قمر، ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانت طيب. انت طيبه. هترفع فين اكل بقى؟ الصيام معروف في البيت. في ما البيت. لا فيش حاجة تاني في في البيت. حاجه معينه بتحب ترفع بيها تنهي بقى؟ يعني خلاص هتدخل على 55 يوم. مش حاجة مهمة قوي الرفاعة، لان بنبقى اولا بنبقى واكلين كتير يعني قبليها وكده، مش حاجة مهمة قوي يعني انا معاه. فيعني اللي بيتعمل بناكله يعني مش هتفرق، بس يعني بنطبخ برضو حبة حاجات كده كتير شوية ونحاول نخلصها قبل الصيام وخلاص، يعني ما الأكل مش بيخلصوش. مهم قوي وقول ان هم ما بيخلصوش. أهم حاجة كرتونة البيض اللي في البيت تخلص قبل ما نصوم. دي اهم حاجه يا جماعه. هترفع ايه بقى؟ بفكر انزل على بجة ايوه. عشان دي اكتر حاجه هتخليني تملى معايا وتشحن لي طاقه عاليه قوي. تستعد. بس كده. كل سنه وانت طيب يا انت مينا. طيبه يا مريم. برفع كده من عند بجة. برضه بجة. هو ايه موضوع بجة ده يا جماعه؟ كلكم بتروحوا عنده؟ تحفة. تمام. ده مش اعلان يا جماعه. هترفعي بايه بقى؟ بط. بط. اه بط يا جماعه. عندي كل سنه وانتم طيبين. واعمل رقاق، ملوخية ورز. كل سنه وانت طيبه يا ميس. طيبه. بتحب تاكل ايه بقى في الصوم الكبير؟ عشان احنا عارفين الامكانيات يعني الاختيارات محدوده شويه. واحنا بنجيب شوية بطاطس في أول الصيام يخلص في آخر الصيام. صح، معروف. هي بطاطس ومكرونه. محمرة مسقعة شغالة، بطاطس مهروسة برضو ومكرونة. ايوه. بالنسبه للاكل طبعا حاجه مؤثره شويه. ماشي. الصوم الكبير من غير اي حاجه خالص. من غير اي حاجه. طبعا الفول والطعميه مش هنقدر ننساهم. دي حاجه اساسيه. ده كده كده. ماشي. وبنرجع بقى للبليله بقى للشوفان. حلو ده. ده عشان خاطر موضوع انت راجل الجيم. صحي قوي. الجيم معايا شويه بس، وشويه بقوليات بقى، فاصوليا، حاجات دي، رز، وبنفضل عايشين. وممكن لو حبينا بقى يعني وصفه حلوه بالنسبه لك في الصوم. مكرونه بشاميل بس صيامي بالمشروم. حلوه. تصدق انا كمان بحبها. الاكله الصيامي اللي بتحبي تاكليها في الصوم الكبير، بما انه يعني الاختيارات محدوده شويه. ممكن يكون قرنبيط. قرنبيط. تصدقي انا كمان بحب القرنبيط. وانا اقول محشي. ايوه. اقول لك محشي. انا عارفه. طب اعزمينا بقى. عيوني في حل عندك البيت. خلاص يا جماعه قدامكم. ايه اكتر اكله بقى بتحبيها من ماما في الصيام؟ صيام كشري. كشري. وانا كمان بحب الكشري. ايوه ايه اكتر وصفه صيامي تقولي لنا انت بتعمليها حلوه علشان احنا نحاول نعملها زيك؟ عشان مكرونة الصيام ده. البشاميل مكرونه بشاميل. بالايه بقى؟ والمحشي. ده محشي بقى حكاية. طب ايه نوع؟ معرفش انتوا كلتوا عندي محشي؟ هندوق يا ميس ماجدة، هندوق. طب قول لنا بقى بتستعد ازاي للصيام روحيا؟ هل حاطط حاجه في دماغك عايز تعملها السنه دي؟ صراحة لا، بس دايما بحب بصراحة كل سنة بعمل حاجة. يعني مثلا ما عملتهاش قبل كده. يعني مثلا لو انا عصبي شوية اصوم الصيام ده عشان العصبية. حلوه قوي يا مينا، حلوه قوي. لو الصيام مثلا على حسب النوع، الحاجة اللي انا عايز يعني تتخلص منها او تخففها. بس كده. حلوه قوي. الصيام الكبير دايما ببتدي اقسم قرايات ثابته في الانجيل، يعني باخد عهد سفر من العهد الجديد وسفر من العهد القديم وابتدي اقسمهم، او اعمل قرايات روحيه معينه وابتدي اكتب بقى ايات وبكتب حاجات، يعني ابتدي انظم الدنيا شويه. حلوه قوي. وفي الشغل ببتدي بقى اظبط شغلي ان انا اشتغل بالليل اكتر علشان الصبح ابقى فاضي للقداسات بتاعه النهار دي. القداسات، ايوه. حاجه حلوه جدا في الصيام. حلوه قوي قوي قوي. بتبقى مهمه. الحاجة الروحية بالنسبة لي في الصيام ان انا بحس ان انا قريبة من ربنا اكتر، بقرا في الانجيل اكتر، يعني ممكن اقول مش منتظمة قوي في الصلاة، بس بيبقى فيه قرب اكتر بكتير قوي في الوقت الكبير. ده. بالظبط. بتستعدي للصوم الكبير ازاي؟ بتعملي اي حاجه معينه؟ بصوم وبعترف برافو. وبتناول. برافو. ايه خلاص حلو كده. صح. هو اكيد بتروحي تحضري مدارس الاحد. صح. بتستعدي ازاي للصوم الكبير؟ يعني لو مخاصمة حد بكلمه. ايوه جميل. ولو في ترتيبات بحب اروح احضر القداس بتاع اللي هو بعد الظهر في ايوه الكنيسة. المتاخر. فبيبقى موضبة في الشغل ومرتبة اموري
على اساس باجي من الشغل اروح احضر القداس واخد بركه. ايوه فعلا بس. بركه كبيره.